كان بيجمد جثث ضحاياه في تلاجة ويسيبها هناك شهور وممكن سنين، بعدين يطلعها ويرميها في مكان عام. ريتشارد كوكلينسكي القاتل المتسلسل اللي اتعرف بالرجل الجليدي ده لأنه كان يقتل بدم بارد. هتكون قصتنا اليوم، هنتعرف على حياته وازاي وصل للجريمة وازاي وصل للمافيا وايه كانت جرايمه وازاي وقع وازاي كانت نهايته. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك لو انت مش مشترك وتفعل زر الجرس لو انت مش مفعل. في ناس بتعدي جنبك في الشارع كل يوم وانت متخيل انك عارف عنهم كل حاجة من مجرد شكله. راجل ببدلة أنيق، ابتسامة هادية، عربية فخمة، بيوصل بناته المدرسة كل صبح، بيقول لهم كالعادة يا حبايب بابا ما تتأخروش، وبيشتروا لهم آيس كريم بعد الظهر. لو شفته بالطريقة دي أكيد هتقول ده أب مثالي من نوع نادر، بس لو ركزت مع نفس الرجل ده بعد ما بناته بيناموا هتشوف إنسان تاني تماما، مش بس مختلف، ده إنسان تاني من جذوره. قلبه ساعتها بيتحول لقطعة تلج، ويده اللي كانت شايلة الآيس كريم لعياله اللي هي من شوية بقت جاهزة تمسك مسدس أو حبل أو زجاجة عشان يقتل بيها ويتخلص من إنسان تاني من غير ما يهتز أو يشعر بشيء. الراجل ده اسمه ريتشارد كوكلينسكي. العالم كله كان عارفه بالراجل الجليدي، محدش ومش زوجته بس ولا بناته ولا جيرانه ولا حتى أقرب أصحابه كان عارف الحقيقة الكاملة عنه. الناس دي كلها عرفت في وقت متأخر لما وقع واتكشف كل حاجة. القصة اللي هتسمعها حاليا مش مجرد قصة لجريمة قاتل متسلسل، هي رحلة داخل عقل كسر وهو لسه طفل، وعاش بعد كسره سنين طويلة وهو بيوزع الموت، وكمان في نفس الوقت بوش تاني، وش أب حنون محدش قدر يشك فيه. وفي قلب القصة دي هتلاقي معركة تانية أهدى بس مش أقل رعب، معركة راجل واحد عميل فيدرالي قرر يدخل عالم الوحش اللي بنحكي عليه ويعيش جنبه شهور طويلة عشان يوقعه من غير ما يحس بيه. الحكاية بدأت في يوم عادي جدا في شهر أبريل سنة 1935 في مدينة جيرسي سيتي بولاية نيو جيرسي. في البيت ده اتولد ريتشارد. مفيش طفل بيختار البيت اللي يتولد فيه، أكيد لو كان ريتشارد اختار كان أكيد اختار بيت تاني خالص. أبوه ستانلي كان مهاجر بولندي، جسمه كان ضخم وقلبه كان قاسي من أي حجر، ومدمن كحول كمان، ومن نوع المدمنين اللي لما يجي يشرب يتحول لوحش. أمه كانت أمريكية من أصل إيرلندي، كانت متدينة لدرجة المرض، وكانت بتفسر التدين بتاعها ده بطريقة غريبة. كل خطأ كل تصرف طفولي عادي جدا ممكن يطلع من أي طفل كانت بتشوفه خطيئة لازم يتعاقب عليها بقسوة. ريتشارد في البيت ده الضرب ما كانش عقاب، كان روتين يومي، شيء طبيعي بيحصل. ستانلي الأب كان بيضرب أولاده بدون سبب واضح، ممكن يضربه عشان مزاجه كده عاوز يضرب أو إنه شارب أكتر من اللازم. الضرب ده وصل للقمة بتاعته في يوم واحد غير مصير العيلة كلها للأبد. فلوريان أخو ريتشارد الأكبر اللي كان عنده 7 سنين بس مات من الضرب. ضرب أبوه الأب والأم عشان يغطوا على الجريمة، قالوا للجيران والشرطة إن الولد وقع من على السلم. جريمة كاملة اتدفنت تحت التراب تحت كذبة بسيطة. ريتشارد الصغير اللي كان شايف كل حاجة اتربى هو عارف ان العدالة مش دايما بتوصل، وان اللي بايده القوة هو اللي بيكتب الحقيقة. امه هي كمان ما كانتش ارحم، كانت بتضربه باي حاجة في البيت، لدرجة ان العصاية كانت بتتكسر على جسم ريتشارد. كانت بتقوله جمل غريبة، جمل طفل صغير مش المفروض يسمعها من امه. كانت بتقوله انت سرطان لازم اتخلص منك. تخيل طفل صغير بيتربى وسط العيلة دي هو بيسمع من أمه إنه وجوده في الدنيا كان غلطة. الجمل دي وحدها ممكن تكسر أي إنسان كبير مش صغير، فما بالك بطفل مش فاهم حاجة عن الدنيا غير إن أمه بتكرهه. البيت ده بكل قسوته ما كانش بس بيربي طفل مكسور، كان بيربي عيلة كاملة من المجرمين. أخوه الأصغر جوزيف اتحكم عليه بعد كده بجريمة اغتصاب لأنه قتل طفل صغير ورماه من فوق مبنى. ولما سألوا ريتشارد بعد سنين عن جرائم أخوه رد بكل برود عنده إحنا من نفس الأب. دي كانت الإجابة بتاعته كل برود. طبعا جملة واحدة بتلخص عيلة كاملة اتربت على العنف اللي كان لغة تواصل بينهم. وفي وسط ده كله ريتشارد كان كمان بيتعرض للتنمر في المدرسة والشارع. جسمه الضخم ما كانش كفاية عشان يحميه من عصابات الأطفال اللي في سنه طبعا اللي كانت بتستضعفه. وفي يوم لما وصل سنه 13 سنة قرر انه مش هيسيب حد يضربه تاني. مسك قائد العصابة اللي كانت بتتنمر عليه وضربه بقطعة خشب لحد ما مات. بس اللي يخوف مش اللي
قتله نفسه. اللي يخوف هنا ان ريتشارد الطفل ده بعد ما قتله خلع سنانه وقطع اصابعه عشان محدش يتعرف على الجثة. بعدها راح لباقي اعضاء العصابة وضربهم كمان، وكان ماسك في ايده حتة حديد لحد ما وصلوا انهم يكونوا على وشك الموت. وفي اليوم ده طفل صغير اتعلم درس، الدرس ده هيكون معاه طول حياته، انك الافضل انك تكون انت اللي بتضرب مش انت اللي بتضرب. ومن هنا اتولد الرجل الجليدي من غير ما يكون حد حواليه واخد باله ولا يعرف عنه حاجة. ومع مرور السنين ريتشارد ما كملش المدرسة، سابها وابتدى يشتغل في لعب البلياردو على المراهنات. طبعا حاجات كانت بتديله فلوس ومكانة بين شلة معينة من الناس. بس اللي كان بيحصل جوا ريتشارد في الفترة دي اللي كان داير جواه ما كانش بس عن الفلوس، كان بيكشف موهبة جديدة، موهبة القتل عنده. مش عشان ينتقم، لا خالص، ولا عشان الفلوس، كان بيقتل عشان يجرب تجربة. بالظبط زي ما انت سامع الكلام ده هو اللي قاله بنفسه لما سألوه في اعترافاته. طبعا كان بيختار ناس بشكل عشوائي جدا، ممكن يكون ضايقوه بكلمة بسيطة أو حتى بنظرة، وكان بيخلص عليهم بدم بارد. جرب أساليب كتيرة مختلفة، رصاص، سكين، خنق، وكان بيشوف في كل جريمة فرصة يتعلم حاجة جديدة عن نفسه، عن قدراته، عن حدوده. كان بيسمي الفترة دي معمل أو ساحة تدريب، وكانوا بيتدرب على مهنة مستقبلية مش على الجد. اعترافاته الجثث كانت بتترمي في النهر أحيانا، وأحيانا تانية بتتساب في مكان الجريمة، ما كانش فارق معاه. المهم كان الإحساس اللي بيحصل ليه بعد كل جريمة، إحساس بالقوة والسيطرة، إحساس بأنه فوق القانون وأي حد. وهنا جينا للنقطة اللي غيرت مسار حياته. كانت شغله في معمل أفلام في منهاتن، وبعدين اكتشف سوق كبير، سوق الأفلام الإباحية. الشغل ده فتح له باب على عالم تاني خالص، عالم المافيا. من خلال تجارة الأفلام دي اتعرف ريتشارد على أعضاء من عائلة غامبينو، من أقوى عائلات المافيا في نيويورك في الفترة دي. وفيهم شخص هيغير مصيره للأبد، روي ديميو، راجل معروف بالقسوة تحت المفرط، يعني ما بيعرفش الرحمة خالص. روي شاف في ريتشارد حاجة مختلفة، شاف فيه القوة والبرود والقدرة على القتل من غير أي تردد، وقرر إنه يختبره. في يوم هما ماشيين في الشارع شاور بإيده روي على رجل غريب كان ماشي مع الكلب بتاعه، وقال له ببساطة، قال لي ريتشارد اقتل الرجل ده. ريتشارد بدون تردد من غير أي أسئلة ولا استغراب حتى قرب من الراجل وضربه في دماغه ومشى وكأن مفيش حاجة حصلت. ده كان اختبار. ومن اللحظة دي ريتشارد بقى القاتل المفضل لروي ديميو، بقى المنفذ، الشخص اللي بتتصل به العائلة، عائلة المافيا، كل ما تحتاج تتخلص من حد، شاهد مثلا أو خصم أو حتى عضو خان العيلة. جسمه الضخم اللي كان طوله حوالي 195 سم ووزنه حوالي 135 كيلو كان سلاح لوحده. بس اللي كان يرعب فعلا مش الحجم الكبير، كان النظرة اللي ما فيهاش أي رحمة ولا أي إحساس. كان بيقتل بأي طريقة وبأي سلاح، مسدس، أي حاجة يلاقيها قدامه كان يقتل بيها. كان بيستخدمها بمهارة رجل بيمارس شغلانة عادية، يعني رجل كان بيتمرس. الرجل الجليدي، اللقب ده ما كانش بس وصف للبرود اللي كان عنده وهو بيقتل، اللقب ده كان ليه قصة حقيقية حصلت ليه. ريتشارد كان بيستخدم طريقة فريدة عشان يضلل الشرطة. كان بيجمد جثث ضحاياه في ثلاجة ويسيبها هناك شهور وممكن سنين، وبعدين يطلعها ويرميها في مكان عام. لما الشرطة كانت بتلاقي الجثث دي، الطب الشرعي كان بيحتار الجثة متجمدة وش أي علامة تدل على وقت الوفاة الحقيقي، وده كان بيضيع على المحققين شهور من التحقيق في اتجاهات غلط. وأشهر قصة في المواضيع دي قصة لويس اللي جمد جثته لمدة 2 سنين قبل ما يرميها. بس التجميد ما كانش الأسلوب الوحيد. ريتشارد كان عنده ترسانة كاملة، مسدسات، حاجات كتير كان بيستخدمها. لكن من أكتر الأسلحة اللي كانت مفضلة ليه هي مادة السيانيد. كان بيحقنها بشكل مباشر أو يحطها في الأكل أو الشرب أو يستخدمها كبخاخ. القاعدة الوحيدة اللي كان محافظ عليها إنه ما كانش بيقتل ستات ولا أطفال. قاعدة واحدة وسط بحر من الوحشية كانت بتخليه يقنع نفسه أنه مش وحش بالكامل. ريتشارد قال في التحقيق إنه قتل حوالي من 100 ل 200 شخص، بس المحققين شككوا في الرقم ده وقالوا إن العدد الحقيقي أقرب ل 15 أو 30 ضحية. بس لو حتى كان الرقم الأصغر ده كان كفيل يخليه واحد من أخطر القتلة المتسلسلين. جورج ماليندا، الراجل ده قتله في سنة 1980، قتله ب5 رصاصات، وبعدين حط الجثة بتاعته في برميل بعد ما قطع أوتار رجليه عشان يدخله في البرميل اللي كان ضيق عليه. جاري سميث ودانيال، أعضاء في عصابة سرقة كان بيقودها، قتلهم عشان خاف يشهدوا ضده.
واحد قتله بالساينيد وواحد قتله بالخنق. كل ضحية من دول كان جزء من نمط ثابت. ريتشارد ما كانش بيقتل بس، كان بيتعامل مع القتل كأنه حرفة بيتقنها أو مهنة، وكان بيستمتع بيها. اللي حير الكل بعد كده ازاي عاش ريتشارد الحياة بتاعته العادية جدا، الأب الطيب والشخص السفاح المجرم، ازاي قدر يعيش السنين دي كلها بدون ما حد ياخد باله أو يشك فيه. الزوجة بتاعته اللي كانت اسمها باربرا وأولاده الثلاثة ميريك وكريستين ودواين كانوا شايفينه رجل أعمال ناجح بيجيب فلوس كتير بطريقة شرعية في نظرهم طبعا. كان بيوصل البنات المدرسة وكان بيحضر الحفلات بتاعتهم وكان بيشاركهم اليوم بتاعهم بحنية حقيقية، بحنية مش مصطنعة. باربرا كانت بتوصفه، كانت بتقول عليه انه ريتشي الطيب او الاب الحنون او الزوج المحب. ده كان وصف الزوج. ما كانش تعرف حاجة عن شغله ولا مصدر فلوسه. الحياة المزدوجة دي كانت سر بقاء ريتشارد طول السنين دي او من غير ما حد يكتشفه. القناع كان محكم والراجل اللي لابسه كان محترف في التمثيل زي بالظبط ما هو محترف في القتل. كل قصة النجاة الطويلة بتنتهي في يوم أو بخيط بسيط بيبان في الآخر وكأنه بداية النهاية. بالنسبة لريتشارد الخيط اللي كان بداية النهاية كان صوت في تسجيل. الحكاية مباحث المخدرات في نيو جيرسي كانت بتراقب شبكة تجارة أسلحة وسموم، ووسط التسجيلات دي اللي جمعوها ظهر صوت رجل بيتكلم ببرود غريب عن حاجات ممكن يوفرها من سلاح وسم لأي حد. غريب إن مفيش حد بيفاصل معاه. ده اللي سمعوه رجالة المباحث في التسجيل الصوت. المحققين حسوا إن الصوت ده مش لتاجر سلاح عادي، في حاجة غريبة في النبرة نفسها بتوحي إنهم قدام حد كبير، حد أكبر بكتير من اللي هم متخيلينه. هنا دخل على الخط رجل اسمه دومينيك، عميل فيدرالي متمرس في التخفي. جسمه ضخم وملامحه قاسية شوية تخليه يقنع أي حد إنه لاعب حقيقي في عالم الجريمة. الخطة كانت إنه يتقمص شخصية دومينيك، تاجر أسلحة وسموم من نيويورك، يمثل شخصيته يعني، وعنده صلات قوية مع المافيا وعاوز يشتغل مع أي حد يقدر يوفر له بضاعة. الهدف إنه يدخل وسطيهم. العميل السري أخذ المهمة وهو عارف إن اللي قدامه حسب كل المؤشرات مش تاجر سلاح صغير. كان عارف إن في احتمال كبير إن بيدخل على حد أخطر بكتير. ولا حتى العميل السري نفسه كان عارف وقتها إنه هيقضي 1.5 سنة كاملة من عمره هو عايش على حبل مشدود بين الحياة والموت، إنه كان ممكن يتكشف في أي لحظة فريتشارد يخلص عليه بدم بارد. ما كانش عارف إنه في أي لحظة ممكن يكون ضحية من ضحايا ريتشارد. أول مقابلة كانت بينهم أو اللقاء الأول كان في مطعم صغير جدا في نيو جيرسي. العميل السري وصل قبل الميعاد بدقايق، قعد لوحده على طاولة بالزاوية. قلبه كان بيدق بسرعة وعينيه كان واضح فيها القلق، بس وشه كان هادي تماما. الدرس الأول في فن التخفي بيقول مهما كنت خايف أو مرعوب من جواك وشك لازم يفضل زي الصخرة، زي قطعة التلج. للدرس الأول لأي عميل. ريتشارد دخل المطعم كان جسمه ضخم، كان مالي الباب لحظة دخوله. طوله كان قريب من 2 متر، وزنه زي ما قلنا 135 كيلو. بس اللي خلى العميل السري يحس ببرد فعلي في جسمه كده كانه موجود في ثلاجة. ما كانش الحجم، كانت النظرة، نظرة عينين ريتشارد، نظرة فيها برود، كانت بتفحص كل حتة، كل حركة، بتقيس كل كلمة قبل ما تتقال. ريتشارد قعد قدامه وسكت للحظة طويلة قوي ودون ما يقول أي كلمة، مركز عليه بس وبيراقب. الصمت كان مقصود من ريتشارد، اختبار نفسي، عايز يشوف هل الراجل ده اللي قدامه هيتلخبط، هيرتبك، هيخاف، هيتهته، هيعرق، هيبان عليه أي علامة قلق. لكن العميل السري فضل هادي ومحافظ على الجمود اللي عنده، وابتدى الكلام بنفس البرود اللي جواه. الحوار الأول اللي كان بينهم كان كلام سطحي جدا، كلام عادي مفيهوش حاجة في الظاهر بتاعه طبعا. كان عن الأسلحة وأسعارها والشغل اللي ممكن يتعمل، بس تحت سطح الكلام طبعا كانت في معركة تانية بتدور بصمت. كل واحد فيهم بيحاول يقرأ التاني، يفهم هل ده حقيقي ولا لا، هل ده بيمثل ولا في حاجة تانية. كل واحد كان بيحاول يفهم التاني بالغريزة بتاعته اللي اتربط على الشك. كان بيسأل أسئلة مباشرة، بيحاول يوقع العميل السري في تناقض في الكلام، يعني يسأله سؤال ويسأل عكسه عشان يشوف بيكذب، بيلف ودور، بيتلخبط. كان عاوز يمسك أي تفصيلة صغيرة على العميل السري. بس اللقاء الأول أو الاختبار الأول عدى بسلام، مش لأنه كان ذكي العميل السري طبعا، لا، لأنه كان مستعد بشكل كامل. كل تفصيلة
تفصيلة في شخصيته المزيفة كانت مدروسة بعناية، من اسم الشركة الوهمية لغاية طريقته في الكلام عن الزباين اللي ما كانوش موجودين أصلا. وفي الآخر ريتشارد ابتسم ابتسامة خفيفة وقال جملة هتفضل علقة في دماغ العميل السري طول المهمة أو طول حياته. الجملة دي اللي قالها ريتشارد: أنا بحب أشتغل مع ناس بتفهم قواعد اللعبة. الجملة ممكن تبان ليك بسيطة بس هتفهم معناها بعدين، أو العميل السري هيفهم معناها بعدين. المهم اللقاء انتهى من غير أي اتفاق فعلي، بس العميل السري عرف حاجات مهمة جدا. الباب اتفتح بس بخيط رفيع جدا، مش على مصراعيه، لا، واي حركة غلط ممكن تقفله للأبد وممكن كمان تكلفه حياته. بعد اللقاء الأول بدأت مرحلة أصعب بكتير من أي حد كان بيتخيلها. اللقاءات بقت تتكرر، مرة كل أسبوعين، مرة كل شهر، وكل لقاء كان بيتحول لمعركة نفسية صامتة بين الطرفين. كل واحد فيهم بيلعب دور، كل واحد فيهم عارف إن الغلطة الوحيدة ممكن تكون مميتة. ريتشارد كان بيختبر العميل السري باستمرار بطرق مختلفة في كل مرة بيسأله سؤال يبدو بريء عن تفاصيل حياته الشخصية عشان يشوف هل هيتلخبط في إجابته، ومرة تانية بيغير مكان اللقاء فجأة من غير سابق إنذار عشان يراقب رد فعله. هل هيتوتر؟ هل هيسأل أسئلة كتير غريبة؟ هل هيتصرف بشكل غريب أو مريب؟ ومرات كان بيسيبه ينتظر ساعات طويلة من غير ما يجي. ريتشارد كان بيعمل كده عشان يشوف هل قلقه هيبان. العميل السري كان معاه قاعدة صارمة كان عايش بيها طول الشهور دي كلها. القاعدة دي كانت محفورة في دماغه، أي غلطة لو كانت صغيرة ممكن تكلفه حياته. مش وظيفته بس اللي كانت على المحك، لا، حياته هي اللي كانت على المحك. القاعدة اللي كانت في دماغ العميل السري اللي كانت بيشوفها كل يوم. ريتشارد مش من النوع اللي بيدي فرصة تانية لأي حد بيشك فيه، لو حس ولو إحساس بسيط بس إن اللي قدامه ده عميل سري، عميل مزيف، أكيد هتكون نهايته في نفس اللحظة. وما كانش هيسحب نفسه بهدوء، كان هيقتله في نفس اللحظة في نفس الدقيقة، وهيتخلص من الجثة بتاعته ببرود زي ما بيعمل كل مرة. في وسط الشهور دي العميل السري بدأ يشوف الوش التاني من ريتشارد، الوش اللي كان بيتناقض تماما مع التاجر البارد. شاف لحظات كان فيها ريتشارد بيتكلم عن الأسرة بتاعته، عن بناته، بحنية غريبة ما كانش متوقعة. اللحظات دي كانت بتخلي العميل السري يحس بإحساس أغرب من مجرد الخوف، إحساس بأنه قدام لغز إنساني معقد، مش مجرد مجرم عادي بيتصرف بمنطق واحد. بس الجملة اللي كانت في دماغ العميل السري وكان بيرجع لها كل مرة كانت جملة قالها ريتشارد في واحدة من اللقاءات طبعا وهو بيتكلم عن أساليبه في التخلص من المشاكل. ريتشارد قال إن أسهل حاجة في الدنيا إنك تتخلص على حد، الصعب إنك ما تتمسكش. الجملة دي وحدها كانت بتفكر العميل السري كل ثانية في اللقاءات إنه مش بيلعب مع إنسان عادي، إنه بيلعب مع حد بيشوف الموت بمنطق مختلف عن أي إنسان تاني. مع مرور الوقت وبصبر حسبته الوكالة الفيدرالية بالدقيقة والثانية بدأت جدران الشك عند ريتشارد تتهدم شوية ورا شوية. مش كل الجدران اتهدمت فعلا، ريتشارد محدش قدر يمحو شكوكه بشكل كامل، بس كفاية عشان يبدأ يتكلم بحرية أكتر. من أول لقاء كتير بدأ يحكي للعميل السري عن تفاصيل عمليات جريمة. ريتشارد اللي بيحكي كل كلمة من الكلام ده كانت بتتسجل، كل تفصيلة كانت بتتحط في ملف بيتكون شوية شوية ضده، ملف هيبقى بعد كده حجر الأساس في المحكمة بتاعته. اللحظة الحاسمة جات لما عرض ريتشارد على العميل السري شغلانة جديدة، إنه يتخلص من شخص باستخدام السم. العرض ده كان أكبر من أي دليل تاني جمعوه لحد وقتها، مش مجرد كلام عن جرائم قديمة، ده كان اتفاق مباشر واضح على جريمة قتل جديدة، وده اللي كان محتاجه الفريق الفيدرالي عشان يقفل الملف نهائيا. هنا عرف العميل السري إن اللحظة اللي مستنيها من 1.5 سنة جات أخيرا، بس برضه كان لازم يفضل هادي، يفضل يلعب دوره لحد آخر لحظة ممكنة من غير ما يدي أي إشارة ولا حتى صغيرة، لأن اللعبة قربت على النهاية. الفريق الفيدرالي بعد شهور من التخطيط الدقيق حددوا اللحظة الأخيرة. المكان كان موقف سيارات في نيو جيرسي، التاريخ كان 17 ديسمبر سنة 1986. الخطة كانت إن ريتشارد هيجي عشان يسلم السم للعميل السري، دي هيبقى الدليل المادي اللي محدش هيقدر يتهرب منه قدام المحكمة. واللحظة دي كل حاجة كانت لازم تتحسب بدقة متناهية. لو ريتشارد حس بأي حاجة غريبة ممكن ما يتحركش وممكن يهرب وممكن حتى يقتل العامل السري على الفور من غير ما يفكر مرتين كمان. الفريق كان محاصر المكان من كل الاتجاهات، عيون بتراقب من كل زاوية من غير ما ريتشارد يحس بأي حاجة من ده كله. ريتشارد وصل للموقف في الميعاد المحدد
محدد. جسمه الضخم نزل من العربية بنفس البرود المعتاد من غير أي علامة شك. العامل السري قابله، وكل ثانية من اللقاء ده وكأنك بتحس بأنها ساعة كاملة مش ثانية أو دقيقة، لأن الوقت كان بيمر ببطء شديد. بدأوا يتكلموا مع بعض، وفعلا ريتشارد سلم الحاجة اللي كانت معاه للعميل السري. وفي اللحظة اللي ريتشارد كان فيها لسه واقف ومش متوقع أي حاجة، هجم عليه رجال الفدرالي من كل ناحية في نفس اللحظة. ريتشارد الرجل اللي قتل عشرات الناس من غير ما ترمش عينه اتقبض عليه من غير أي مقاومة تذكر. الصدمة كانت واضحة على وشه، مش خوف بالمعنى المعروف، حاجة أقرب للحيرة العميقة اللي الراجل اتعود طول حياته إن هو اللي بيصطاد. لقى نفسه فجأة في لحظة هو الفريسة. بعد القبض عليه اكتشف ريتشارد إن دومينيك ما كانش موجود من الأساس. الراجل اللي قضى معاه 1.5 سنة كاملة، اللي حاول يختبره بكل الطرق الممكنة، بكل الطرق اللي يتخيلها عقل مريض بالشك، كان عميل فدرالي من أول لحظة ومن أول لقاء بينهم. القبض كان على ريتشارد كان صدمة كبيرة لعيلته ولجيرانه ولكل شخص كان شايفه رجل أعمال ناجح. محدش كان بيتخيل الراجل ده هو نفسه الرجل الجليدي القاتل المتسلسل اللي حير الشرطة سنين طويلة. وبالنسبة للعميل السري أو العميل الفدرالي، اللحظة دي كانت نهاية لواحدة من أخطر مهمة في حياته المهنية كلها. 1.5 سنة كاملة عاشها وهو حاطط حياته في كف عفريت عشان يجمع أدلة كافية توقع واحد من أخطر القتلة المتسلسلين. وفي سنة 1988 اتحكم على ريتشارد بالسجن المؤبد بعد إدانة بتاعته في 4 جرائم قتل. الأحكام دي كانت كفيلة إنه يقضي بقية حياته في السجن من غير أي أمل حقيقي في الخروج. بس في سنة 2003 فاجأ الكل إنه احترف بجريمة 5. الجريمة كانت إنه قتل محقق شرطة من نيويورك سنة 1980 واتحكم عليه ب30 سنة في السجن إضافية. الحكم كان شكلي أكتر منه فعلي، لأن الراجل أصلا كان حيموت في السجن. وفي السجن بدأ ريتشارد يتكلم بشكل غريب عن نفسه، بدأ يقابل الصحفيين ومحققين وعلماء نفس وعلماء جريمة، وكانت المقابلات دي صدمة للعالم كلها. حكى عن الجرائم بتاعته بالتفصيل، عن أساليبه في القتل، وعن عدد الضحايا، الرقم الكبير اللي قاله اللي المحققين شككوا فيه. وفي المقابلات دي كان بيحكي عن حياته ببرود أعصاب غريب، بيوصف الجرائم بتاعته كأنها حكايات عادية جدا من غير أي ندم. وكان أحيانا يحاول يبرر الأفعال بتاعته بالطفولة القاسية اللي عاشها، بس ده ما كانش بغير من الحقيقة شيء، إنه قاتل متسلسل مش بيرحم حد. ومن أشهر احترافاته إنه كان متورط في اختفاء جيمي هوفا زعيم نقابة العمال الشهير اللي اختفى فيه ظروف غامضة في سنة 1975. قال إنه طعنه بسكينة صيد وحط جثته في برميل وبعدين حطه في عربية. المحققين ما قدروش يوصلوا لأي دليل عن القصة اللي بيحكيه، ومفيش أي دليل مادي يثبت صحة كلامه لغاية النهاردة. ريتشارد اتوفى في السجن في يوم 5 مارس سنة 2006 ال70 سنة. الوفاة كانت غامضة ومثيرة للشكوك، وخصوصا انه كان المفروض يشهد ضد زعيم مافيا سابق في قضايا قتل. كتير من الناس اعتقدوا انه اتقتل في السجن عشان ما يتكلمش، بس التشريح الرسمي للجثة قالوا انه مات بأسباب طبيعية. وبكده انتهت حياة الرجل الجليدي، بس قصته فضلت محفورة في الذاكرة كواحدة من أغرب وأبشع قصص الجريمة في التاريخ. قصة ريتشارد مش مجرد قصة قاتل، القصة دي بتحذرنا من قسوة الظروف وإزاي ممكن الظروف دي تحول طفل بريء لوحش. دومينيك اللي هو العميل السري ضحى ب1.5 سنة من عمره، عاشها على حافة الخطر عشان يوقف الوحش ده. قصة عن إنسان عادي قرر يواجه الضلمة وجها لوجه من غير سلاح، قرر نواجهه بالصبر وهدوء ونجح. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس لو انت مش مفعله. واشوفكم في فيديو جديد، مع ألف سلامة وربنا يحفظكم جميعا.